السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، في هذا الفيديو سنتحدث عن القائمة المتوقعة بقوة للمنتخب الوطني الجزائري المشاركة في كأس العالم 2026، وهي القائمة اللي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، خاصة وأن الجماهير الجزائرية تحلم برؤية منتخب قوي قادر على تشريف الراية الوطنية في أكبر منافسة كروية في العالم. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد بخصوص أخبار المنتخب الوطني والكرة الجزائرية. إذن سيدخل المنتخب الوطني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يوم 25 من هذا الشهر في تربص مغلق بمركز سيدي موسى قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا لخوض منافسة المونديال. كما سيكشف الناخب الوطني عن القائمة الرسمية يوم 31 من الشهر الحالي وسط ترقب رهيب من الجماهير الجزائرية. وبالحديث عن القائمة المتوقعة، فإن في حراسة المرمى قد تشهد تواجد كل من أسامة بن بوط، لوكا زيدان، وألكسندر جندوز. أما خط الدفاع فسيضم أسماء قوية ومميزة مثل ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني، جوان حجام، زين الدين بالعيد، ماندي، توغاي، أحمد توبة، ودورفال، وهي أسماء تملك الخبرة والقوة الدفاعية التي يحتاجها المنتخب في المباريات الكبيرة. وفي خط الوسط نجد لاعبين قادرين على التحكم في نسق اللعب وصناعة الفرص إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، فارس شيبي، إبراهيم مازا، حسام عوار، آدم زرقان، ورامز زروقي. بينما سيكون الهجوم مرعبا بوجود محمد الأمين عمورة بسرعته الكبيرة، والقائد رياض محرز بخبرته ومهاراته، بالإضافة إلى أمين قويري، أنيس حاج موسى، عادل بولبينا، والهداف بغداد بونجاح الذي يبقى دائما رجل المواعيد الكبرى. صراحة إذا حضرت هذه المجموعة بكامل إمكانياتها فقد تشاهد منتخبا جزائريا قويا قادرا على الذهاب بعيدا في كأس العالم وصناعة المفاجأة أمام أكبر المنتخبات. والآن جاء دوركم أنتم مشاهدين الأعزاء، شاركونا آراءكم في التعليقات. هل هذه القائمة قادرة على تشريف الجزائر في المونديال؟ ومن اللاعب الذي ترون أنه يستحق مكانا أساسيا؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد حول المنتخب الوطني الجزائري.